انت مش تعبان، انت بتستسلم بدري. كل الناس بتتعب بس مش كلهم بيكملوا. انت هتكون مين فيهم؟ محدش مهتم بتعبك. يا اما تكمل يا اما تداس. انت مستني ايه؟ مستني حد يجي ينقذك ولا مستني الظروف تبقى مثالية؟ خليني اقول لك الحقيقة، مفيش حد هيجي ينقذك ومفيش وقت مثالي عمره ما هيجي. الناس اللي وصلت مش احسن منك ولا اذكى منك ولا حتى كان عندهم الامكانيات، بس كان عندهم حاجة واحدة، انهم ما كملوش وهم مرتاحين، كملوا وهم مكسورين، تعبانين، محبطين. الدنيا كانت واقفة ضدهم بس قرروا يكملوا. عارف المشكلة فين؟ انك عايز تبقى قوي بس من غير ما تتعب، عايز تنجح من غير ما تفشل، عايز توصل من غير ما تتكسر، وده عمره ما هيحصل. كل مرة اتخذلت فيها كانت بتعلمك مين يستاهل يكمل معاك ومين لأ. بس انت عملت ايه؟ استسلمت؟ قلت خلاص؟ ولا اقنعت نفسك ان ده مش نصيبك؟ بصراحة انت ما فشلتش، انت وقفت. في فرق كبير بين واحد فاشل وواحد قرر ينسحب. النجاح مش للذكي ولا للمحظوظ، النجاح للي بيكمل، للي بيستمر، للي بيصحى كل يوم حتى وهو مش طايق نفسه، للي بيشتغل حتى وهو تعبان، للي بيجري حتى وهو خايف. عارف أصعب حاجة؟ إنك تكمل وإنت مش شايف نتيجة. بس دي اللحظة اللي بتفرق، اللحظة اللي معظم الناس بتستسلم فيها، هي نفس اللحظة اللي الناجحين بيكملوا فيها. انت فاكر انهم وصلوا بسهولة؟ لا، عدوا على نفس التعب، نفس الإحباط، نفس المشاكل، نفس الشك. بس كانوا بيقولوا لنفسهم كل يوم: مش هرجع لورا، مش هرجع لورا، مش هرجع لورا. حتى لو الطريق صعب، حتى لو كله ضدك، حتى لو مفيش حد مصدقك، كمل. كمل عشان نفسك، عشان حلمك. كمل عشان تثبت انك تقدر. مش كل يوم هيبقى سهل، وفي ايام هتحس انك مش قادر تكمل. بس صدقني، لو وقفت هتندم. هتندم على كل فرصة ضاعت، هتندم على كل مرة خفت، هتندم على نفسك قبل اي حد. لكن لو كملت هتوصل. كمل. ممكن تتأخر، ممكن الطريق يطول، بس في الاخر هتوصل. السؤال مش هتوصل ولا لا، السؤال هتستحمل لحد ما توصل. لأن كل حاجة وليها تمن، والنجاح تمنه التعب. تعب وصبر وإصرار واستمرارية وقلب مش بيستسلم. فدلوقتي انت قدام اختيار: يا تكمل يا ترجع لنفس المكان اللي كنت فيه. مفيش نص طريق، مفيش نص حلم. يا إما تبقى الشخص اللي حلمت بيه، يا إما تفضل تحلم وبس. اختار، بس اختار صح. واوعى تنسى، أقصى لحظة في الطريق هي غالبا قبل ما بتوصل. وقبل ما ننهي الفيديو، أحب أقول لكم حاجة: خلي بالكم، أقرب ما ليكم مش هيمد إيده ويساعدكم. وهنروح بعيد ليه؟ ولادكم اللي انتوا علمتوهم وصرفتوا عليهم ودخلوا كليات وتعلموا، حاولوا كده تروحوا تقولوا لهم عايزين نعمل كذا أو عايزين نعمل كذا. أقرب كلمة هقولها لكم: مش تخصصي، معرفش، يوه. مش ده اللي احنا بنعانيه وده اللي انتوا بتواجهوه؟ مش هتلاقوا حد يساعد، هتلاقوا بس اللي قاعد بيراقب من بعيد، اللي قاعد مستني انكم تفشلوا، اللي قاعد مستني يا ترى هيوصلوا ولا لا. قاعدين لإحباطكم بس، يقطعوا في سيرتكم وفي بدنكم وبس، عشان مش عايزينكم توصلوا، مش عايزينكم تكون المراية اللي بيشوفوا فيها فشلهم. خلي بالكم من النقط دي. اوعوا في يوم من الأيام ترجعوا عن أول سلم حطيتوا رجلكم عليه. ما تخلوش حد يشمت فيكم،
لازم تكمل، لازم تكمل، لازم تكمل. اوعى تعمل حجة ان محدش بيساعدك، محدش هيساعدك، انت اللي هتساعد نفسك. لازم تبقوا فاهمين ده. والتحدي بيجي من اقرب الناس ليك، بس في نفس الوقت اعرف ان في حد بيراقب، اعرف ان في حد متابع. فكمل طريقك، اثبت ان انت صح، اثبت ان انت هتقدر تحقق حلمك من غيرهم. اوعى تتراجع، اوعى في يوم من الايام حد يحبطك ولا يخلي اليأس يتسرب لقلبك. خلي دايما عندك التفاؤل والامل، وقبل ده كله خلي عندك الثقة في الله سبحانه وتعالى، والثقة في نفسك انك تقدر توصل. بقول لكم الكلام ده من قلبي، والكلام ده عن تجربة، مش بقوله كده. وقبل ما اختم مع حضراتكم، يا ريت اللي يعمل فيديو وينزله على قناته ثبت الميعاد اللي بتنزل فيه الفيديو، ودي عن تجربة. لو قعدت تتلخبط، مرة تنزل الظهر ومرة تنزل المغرب ومرة تنزل بالليل، المشاهدات هتقل هتقل هتقل. ثبت ميعاد نشر الفيديو بتاعك، خليه في ميعاد ثابت. ولو حكم الامر انك مش هتقدر في نفس الميعاد، اجل وخليه تاني يوم، المهم انه يبقى في نفس الميعاد، والا المشاهدات هتلاقيها نزلت. الكلام ده بقوله لكم وانا عارف ان بقول ايه، وجربتها وكنت قاصدها في بعض الاحوال، وفي بعض الاحوال كانت غصب عني. لقيت الكيرف نزل، فابتديت احسن من وضعي تاني. حبيت ابلغكم التجربة عشان ما تقعوش فيها. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. بتمنى لأهل البيت الكبير كلهم كل النجاح والتوفيق، وأتمنى لهم الاستمرارية والأمل. أتمنى لهم يطوروا من نفسهم، يبتدوا يراقبوا هم قنواتهم. ما تعتمدوش على حد، اعتمدوا على نفسكم. انتوا أكتر ناس هتخاف على نفسها، انتوا مش حد تاني.